هذه تفيد الناس، لأنه احنا اليوم رانا في زمن كل الناس تشتكي من الحالات النفسية، كل الناس تشتكي من الوسوسة. روى أبو داود عن أبي زميل قال: سألت عبد الله بن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال له: كاين واحد الحاجة، عندي واحد المرض نفسي الآن وجاء عند عبد الله بن عباس، سقساه قال له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيت نسقسيك حاجة، كاينه واحد الحاجة يعني وسوسة عندي في صدري راهي كاينة، وش هذه الوسوسة هذه؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال له: عندي واحد الوسوسة والداخل غير ما كنا كاع نقول لك واش راني نفكر، حاجة كبيرة. يعني لذلك الصحابة واش قالوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا تحدثه نفسه بواحد الأشياء، واحد الخواطر يجوز على نفس الإنسان، يعني يتمنى لو كان يرفدوه للسماء ويرموه للأرض وما يقولهاش، ما يديكلاريش واش يفكر، تجي في الإنسان هذا الأمر عادي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أو تجدون ذلك؟ راكم تحسوا بالأمر هذا؟ قالوا: إيه. قال: ذلك محض الإيمان، هذاك هو الإيمان تاع الصح، ماشي كي تفكر، كي تحشم أنك تحدث به، كي شغل تجي تفكر هكذا يجوك واحد التفكيرات داخل في نفسك، وأنت تجاهد نفسك على ألا تتمكن منك هذه الاعتقادات والوساوس، هذيك محض الإيمان تاعك. عبد الله بن عباس أجابه فقال: أشيء من شك؟ قالوا: عندك حاجة تاع الشك هكذا تشك؟ قال: وضحك. عبد الله بن عباس لما سأل أشيء من شك، يعني حاجة نعرف وش على بالي، عندي خبرة، وش تسأل أنت؟ على بالي، عندي خبرة، الأمور اللي تدور في صدرك هذيك أنني عندي خبرة. عبد الله بن عباس عنده خبرة. قال: ما نجا من ذلك أحد، كامل رانا تجوز علينا الأمور هذه. قال له: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله. قال: حنايا نعاني من هذه الأمور هذه، الوساوس والخواطر التي تمر على الإنسان. قال: بصح شو الدواء تاع القرآن؟ شوف هذا مثال تطبيقي، لأن القرآن شفاء لما في الصدور. قال: حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. الآية تاع سورة يونس. قال: وقال لي عبد الله بن عباس، قالوا: إحنا كامل كانت لنا حتى نزلت سورة يونس، هذيك الآية تاع سورة يونس. قالوا: الآن قالوا: لا وجدت أنت هذا الشيء في صدرك؟ قالوا: فقل، يعني اقرأ هذه الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذه الآيات، هذه الكلمة، هذه الآية المشار إليها من أعظم الآيات في القرآن. هذه الآية: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه يسموها آية الإحاطة، ما عندك وين تروح، يعني من كل النواحي راك محاط، من كل النواحي، زمنا ومكانا، يعني زمنا وجهة، في الزمان وفي الجهة، في كلش. روح انت لونسيانتي تاعك كما يقولوا، الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وفي النهاية لمن هو الآخر الذي ليس بعده شيء. وكي نروحوا للجهة، اطلع وش حبيت، اطلع، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهبط لتحت وين حبيت، هو الباطن الذي ليس دونه شيء. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. حديث العرباض بن سارية في هذه الآية هذه بالذات قال أنها أفضل من 1000 آية. العرباض بن سارية قال هذه الآية أفضل من 1000 آية. هذه الدواوي دواء هي وحدها دواء، تحطك، تنحي لك الكبر، تنحي لك العجز، تنحي لك اليأس، تنحي لك القنوط، تنحي لك الحسد، تنحي لك الغل، تنحي لك حب المعصية. شوف، تعطيك نشاط، تعطيك كل شيء، ولكن بالتأمل فقط. افهم باللي راك محاط. من الذي يحيط بك؟ هو الله. أنا نسألكم سؤال برك، يعني ولو كان قدرتوا تجاوبوا عليه تلقائيا معناتها خلاص فهمنا الدرس تاع الحياة كلها. انت داخل دار راك تقاوم، ومن بعد شعرت باللي قالوا لك بالميكرو هكذا: سي محمد، سي محمد، رانا من فوق بالطيارات ورانا ضايرين عليك بالدبابات. انت الان عندك زوج خيارات. خيار ماذا؟ المقاومه حتى الموت، خلاص راحت، الا اذا كان شهاده هذيك حاجه اخرى. وخيار اخر وش هو؟
استسلام ولا لا لا. الآمن لجسدك، ما نتكلموش على أنه قضية ولازم كذا، يعني نتكلموا حالة الآمن حاب زيد تعيش، وش دير؟ الاستسلام. إذا أنت لما تعلم أن الله محيط بك بكل شيء، قادر لك في كل لحظة يغير لك حالة، وش يحب يدير لك يدير لك كما يحب، يؤلمك، يضحكك، يفرحك، يحزنك كما يحب ربي سبحانه وتعالى. أحاط بك، قادر عليك، وعالم بك، أي حركة يعلم بها، حتى اللي في الصدر. نعم، حتى اللي في الصدر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا لما تعلم بالإحاطة وش دير نتايا؟ استسلم له كما دار إبراهيم، استسلم مباشرة. قال لنا وش ندير؟ أروح تصلي، أروح نصلي، خلاص ما نقدرش، أنا محاط بك، أنت أحط بي يا الله، بكل شيء محيط، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير. شو تهرب؟ وين تروح؟ إذن شوف، الإحاطة تولد فيك استسلاما لا بد منه. في نفس الوقت الإحاطة تاع ربي تولد فيك اطمئنان. شفت الآن كيف تبدأ تفهم الإحاطة، تفهم نفسك أنك أنت محاط من كل شيء. من الذي يحيط بك؟ الله. ما الواجب عليك؟ الاستسلام. عندما تشعر بالإحاطة طبيعة الحال، احنا قاع هكذا فينا طبعا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما شعر بأن الله، مش يشعر، بالعكس أنه تيقن عقيدة موجودة راسخة، جزم لا ريب فيه ولا شك، أن الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي أمره بذبح ابنه. أنا مستسلم لك، وراح نهرب، وراح نهرب، ففروا إلى الله. إذن المسألة مسألة ماذا؟ إحاطة الله بكل شيء، بكل مخلوقاته، وإحنا داخلين فيها، إحنا داخلين